تخيل وياي الجو بارد لدرجة انه ما تقدر تطلع ايدك من القنصلة، بس اكو ناس بروسيا ينزعون ملابسهم وينزلون بالمي المتجمد بكل ثقة. شنو السالفة؟ زين ليش يسوون هيج؟ خلونا نشوف القصة ورا هاي العادة الغريبة. اول شي لازم نعرفه انه روسيا معروفة بانه الطقس مالتها بارد كلش، خاصة بالشتاء. الشعب الروسي متعلم على الحياة القاسية والباردة، وتاريخهم مليان مواقف صمود وقوة ضد الظروف الطبيعية الصعبة. روسيا من زمان كانت مهد لحضارات متعددة وشعوب متنوعة، وهذا اللي خلاه مجتمع عميق بالتقاليد والثقافات اللي متوارثة عبر الأجيال. ومن الأمور اللي يتميز بها الشعب الروسي هو روح الصمود والقوة البدنية، ودائما يلجؤون التقاليد قديمة حتى يتغلبون على المصاعب. ووحدة من هاي التقاليد القديمة واللي راح تصدمك هو الغوص بالمي البارد كلش، واللي يسموه هم الماء الجليدي. بس ليش يسوون هيك؟ هنا خلينا نسولف عن هذه الطقوس، شنو هي وش وقت يسووها. هذا الطقس اللي يسووه يصير بتاريخ 19 يناير من كل سنة، يعني ليلة 18 على 19 يناير، واللي يصادف عيد اسمه عيد الغطاس أو عيد التجلي الآلهي حسب الكنيسة الأرثوذكسية الروسية. وخلال هذا اليوم راح تشاهد مشاهد غريبة. الناس بكل أعمارها رجال ونساء يروحون للنهر أو البحيرة واللي تكون متجمدة، ويقطعون هذا الجليد مال البحيرة على شكل صليب، وبعدها ينزلون بالمي المتجمد بكل هدوء وثقة. الغطس هذا مو عشوائي، وإنما يقومون به 3 مرات، وبكل مرة يغطسون الجسم كله تحت المي، وهم يعبرون بهذا الشيء عن إيمانهم بتطهير الروح والجسد. هاي ال3 غطسات يرمزون بيها للثالوث المقدس. واللي يخلي هذا الطقس مميز عن غيره هو أنه مو بس تقليد شعبي، وإنما مرتبط ارتباط وثيق بالديانة الأرثوذكسية. الروس يؤمنون بأن الغوص بالمي الجليدي يعيد تمثيل معمودية السيد المسيح بنهر الأردن، ويعتقدون أن المي بهذا اليوم بالتحديد يصير مقدس وبيه قوة روحية تخلصهم من الذنوب وتمنحهم حياة جديدة. وحتى الناس اللي ما يتبعون الدين بشكل قوي هم يشاركون بهذه الطقوس، ويقولون أنه هذا الغطس يمنحهم شعور بالقوة والطاقة ويعزز صحتهم. البعض من عندهم يؤمن أنه حتى يقدر هذا الطقس يحميهم من الأمراض ويزيد مناعتهم ضد البرد الشديد. ومن الناحية الصحية بعض الخبراء يقولون أن الغوص بالمياه الباردة ممكن يكون مفيد فعلا للجسم إذا صار بطريقة صحيحة. المي البارد يحفز الدورة الدموية ويزيد من قدرة الجسم على تحمل البرد، لكن هذا الشيء مو كل السهل، لازم الواحد يكون مستعد جسديا ونفسيا. أما من الناحية النفسية الروس يشوفون بهذا الطقس هو فرصة لتحدي النفس. هو مو بس غطس بالمي الجليدي، وإنما اختبار للصبر والقوة. تحس بعد الغطسة أنه أنت انتصرت على مخاوفك وعلى قوة الطبيعة. وهذا الطقس اللي يشترك به آلاف من الروس بكل سنة صار جزء من هويتهم الوطنية. الروس معروفين بعلاقاتهم القوية بالطبيعة وبقدرتهم على التعايش تحت الظروف القاسية، فالغوص بالمياه الجليدية يعتبر بالنسبة لهم مو بس عبادة دينية، وإنما جزء من ثقافاتهم وتراثهم اللي تمتد آلاف السنين. هل ممكن إحنا نقدر نسوي مثلهم؟ يمكن الفكرة تكون غريبة أو صعبة للبعض، بس بالنسبة للروس هذا الطقس هو جزء من حياتهم اليومية وروتينهم بالشتاء. فيا ترى هل عندك الشجاعة أن تجرب الغطس بالمي الجليدي مثل ما يسوون الروس؟ بالنسبة لهم هذه مو مجرد عادة، وإنما تجربة روحية وجسدية تعزز هويتهم وتربطهم بتاريخهم العريق. إذا حبيت الفيديو لا تنسى تشاركنا رأيك بالتعليقات وتقول لنا هم جربت هيك شي في اليوم. لا تنسون اللايك والاشتراك بالقناة إذا ما مشتركين. أخوكم عادل الربيعي، مع السلامة.